لك تنزل الآن، انزل الآن، ولا ترى بلف وارجع للعسكر واكلمهم انك رفضت تنزل. قال لا 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 ما تكلم العسكر. يقولوا نزل، يقول هو نزل، يقول وادور وارجع للعسكر. يقول ناديت العسكري اللي فتشني، قلت له بالله تعال. جاء السلام عليكم ورحمة الله. قال يا اخي انا مريت من عندك قبل شوي واسمعك تتكلم صاحبك تقول شوف هذا الحمار مركب جنبه تيس، يعني معزة ماعز. يقول قال اي والله، اي والله انه اللي جنبك تيس. قال يا ابن الحلال شو اللي جنبي تيس؟ اللي جنبي رجل اسود البشرة. قال اقول لك والله تيس، اللي جنبك والله تيس، شفته بعيني. يقول قلت طيب وصاحبك شاف؟ قال اسأله. سأله قال انت شفت الثاني؟ قال لا والله بس سمعته يقول لي يقول انه هذا الحمار مركب جنبه تيس. يقول انا رعبت وصعقت ولا ادري وش قصة هذا الرجل. يقول قال لي العسكري ليش فيه؟ يقول قلت يا اخي اللي كان راكب جنبي رجل اسود البشرة، في الحقيقة سوداني، يقول لهجة سودانية. طبعا هذا ما في عيب لاخواننا السودانيين لكننا نصف الحدث. يقول قال وينه؟ قال نزلته هنا 10 امتار و15 متر قريب مرة. يقول ركبوا معي عسكر وقالوا تعال نجيبه. يقول رحنا للمكان والله يا اخ علي ما لقيناه، فص ملح وذاب. يقول دورنا ما لقيناه. انا ابغاكم يا جماعة الخير تحاولون تفكرون معي ايش وضع هذا الرجال. انا بقول لكم تحليلي وانتم اعطونا تحليلكم. انا اتوقع والله اعلم ان هذا رجل ساحر، لان مواصفاته الشكلية، الرائحة، الخواتم، وموضوع اللون الأسود هذا اللي على أظافره، هذا يعطيك مؤشر. أيضا من الأشياء اللي تعطيك مؤشر أنه لما مر من عند العسكر غير شكله. هل هو يستطيع تغيير شكله حقيقة؟ لا، هو يستطيع أن يعمل سحر التخييل. سحر التخييل مثل الذي عمله سحرة فرعون عندما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس يشوفون الحبال والعصي أنها حيات وحيوانات، وهي في الحقيقة عصي وليست حقيقة. الحية الحقيقية كانت مع موسى، لأن موسى يمتلك المعجزة ما هو السحر. فهذا الساحر كان مستخدم سحر التخييل. بتقولوا لي ليش؟ أنا وجهة نظري ليش؟ لأنه مر من عند نقطة تفتيش ولا يبغى العسكر يعني يستوقفونه أو يطلبون بياناته أو يتحققون منه، وبالتالي فلت من العسكر. فلما نزل اختفى بسرعة حتى لا يرجع له العسكر. هذا أنا تحليلي للأمر، وأنا أنتظر تحليلاتكم ونظرتكم للأمور. الأخ رامي صراحة يعني أثنى علي وأظهر لي حبه ووده، وهذا ليس بغريب على أهل اليمن، أهل الوفاء وأهل الكرم. أسأل الله أن يصلح أرضهم ويصلح بلدهم وأن يكف كيد المعتدي الآثم على اليمن. وقال لي إذا بإذن الله صلحت أحوال اليمن نتمنى أنك تزورنا وتكون ضيف عندنا. وأنا أقول للأخ رامي ولكل أخ يمني عزيز على قلبي، أنا أحب اليمن وكل السعوديين يحبون اليمن، ونتمنى لليمن أن يكون في أحلى حلة وأبهى منظر وأبهى حالة، وهذا بإذن الله قريب. وسأعود لليمن لأنني ما شبعت. أنا ذهبت لليمن للإفادة للتدريس، ابتعثتني المملكة ودرست في اليمن من عام 30 حتى 33، ورجعت وبقيت لي سنة وكنت أنوي أن أجوب فيها ربوع اليمن، ولم أتمكن من ذلك. ولا زال في نفسي أن أعود إلى صنعاء وأعود إلى إب وتعز وعدن وأتجول فيها.